يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل، واهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة اكلنا. عيد سعيد عليكم يا رب كده وتقضوه في هنا وسعادة. النهاردة عشان زهقنا من الطبخ فهنعمل بيتزا. البيتزا بتاعتنا عبارة عن كيلو من الدقيق، وهستعمل معايا ميه دافيه للعجن طبعا. اول حاجه هاخد كوبايه كده من الميه الدافيه واحط عليهم معلقه صغيره من الخميره ومعلقه صغيره من السكر. ميه دافيه وسكر وخميره عشان اعرف اذا كانت الخميره بتاعتي شغاله ولا لا. هقلبها تقليبه حلوه كده واسيبها على جنب شويه كده. اول ما الاقيها خلاص بتفور يبقى الخميره بتاعتي شغاله وحلوه. هجيب كيلو دقيق بقى واحط معاه المواد الجافه. المواد الجافه اللي هي ايه؟ معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من السكر، واربع معالق من اللبن البودر. اللبن البودر بيدوني طعم حلو جدا للبيتزا بتاعتنا. واحط كمان معاهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر والخميره بيخلوا العجينه بتاعتي عاليه وطريه وحلوه كده اهو. بعد كده تقلبي كويس المواد الجافه مع بعضها تقليبه حلوه كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنجيب الخميره بتاعتنا اللي احنا كنا حاطينها في الميه الدافيه لو انتوا فاكرين، وهنبتدي ننزل على الدقيق بتاعنا. وطبعا الميه الدافيه جنبنا، وكل ما نحتاج ميه هنزود. بس خلي ايدك في الميه كده حبه حبه وبشويش عشان خاطر ما تحتاجيش ان انت تحطي دقيق تاني. هتقلبي كده زي ما انت شايفه اهو، واحده واحده لغايه ما اوصل للقوام اللي هوريه لكم. وطبعا العجينه لازم نلتي وبتعجني كتير فيها اهو زي ما انتوا شايفين. وصلت المرحله دي اللي هي فيها تلزيقه صغيره زي ما انتوا شايفين كده، هتحطي عليهم بقى معلقتين من الزيت. دي في اخر مرحله خالص. وهتعجني شويه زي ما انت شايفه كده اهو. حلو كده حلو كده اهو زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى دلوقتي نغطيها ونسيبها لغايه ما تتخمر مع بعضها. يعني نسيبها كده يعني تقريبا نص ساعه، احنا في دلوقتي في حر شويه فتقريبا نص ساعه تكون خمرت. هتجيبي طاسه حلوه كده تحطيها على النار، هتحطي عليها من غير زيت ولا اي حاجه. هتحطي عليها طماطمتين او ثلاثه في الخلاط. بعد كده هنزل عليها بملح وفلفل وثوم باودر وبصل باودر. تمام. ومعلقه صغيره من الزعتر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الزعتر ده بيدينا الطعم البيتزا اللي احنا بناكله بره ومنعرفش الطعم ده جاي من بالظبط. هي البيتزا لازم يتحط لها في الصلصه بتاعتها زعتر. هتقلبي تقليبه حلوه وهتسيبي القمر ده بقى لغايه لما يتسبك مع بعضه. هتحطي معاه معلقه من الكاتشب وشويه خل صغيرين عشان يديكي التيست بتاعت الصلصه الحلو ده، اللي هو المزز شويه وطعمه حلو كده. طبعا هتحطي معاها شويه سكر صغيرين، معلقه صغيره من السكر. خلاص خلصنا الصلصه بتاعتنا. هتكوني محضره بقى الحشو بتاعك. الحشو بتاعك زي ما انت عايزه. جبن بس عندك مثلا كفتة في التلاجة هنا ولا هنا تطلعي مثلا تحمريها وتقطعيها صغير. عندك لانشون، عندك بسطرمه. ما عندكيش حاجه خالص مفيش اي مشكله على فكره، شويه جبنه فوق الوش وخلاص. انا مقطعه هنا في زيتون عندي، وفي عندي بسطرمه، وعندي ميكس جبن، عندي جبنه شيدر. تمام، اللي عندك استعمليه. بصوا بقى، هناخد كده البيتزا بتاعتنا وهنقسمها لكور صغيره زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. انا بالظبط طلعوا 8 معايا، وممكن تطلعيهم اكتر من كده لو انت عايزه، لو صغرتي العجينه شويه. خلاص اهوت بعد ما خلصت حطيناهم في صينيه ونسيبها برضو تخمر شويه كده بسيطه، يعني تقريبا 5 دقايق وترجعي تاني تكون العجينه بتاعتنا هديت شويه او استريحت شويه. تمام. تعالوا بقى نعمل كذا شكل كده حلو مع بعضنا. يلا بينا. اول حاجه نجيب اول حاجه الطاسه بتاعتنا وهننزل فيها بشويه زيت صغيرين. ويا سلام بقى لو عندك بقسماط، تحطي شويه بقسماط كده من تحت، بقسماط ناعم هيخلي العجينه بتاعتك مقرمشه من تحت وجميله. بس انا ما كانش عندي بقسماط بقى للاسف، فمشيتها على طول شويه زيت وهحط على طول العجينه بتاعتنا. وعذرا للهوسه اللي انتوا سامعينها، الاولاد بقى مبسوطين وعيد وكده فعاملين هيصه في الشوارع. كل سنه وانتم طيبين. هفرد العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. حلو كده حلو كده. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ بصوا، انا مقطعه الجبنه بتاعتي صوابع طويله كده، وهبتدي ان انا يعني ايه هلف حوالين البيتزا بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهقفل عليها بعد كده العجينه بتاعتنا عشان لما تخش الفرن وتسيح هيبقى الاطراف بتاعتنا فيها برضو جبنه من جواها ويبقى طعمها حلو كده ولذيذ اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام. واعرفك برضو طريقه حلوه جدا تخلي وش البيتزا بتاعتك لونها ذهبي وحلو. بس خليكم معايا بس كده واحده واحده. بعد كده هجيب شوكه كده حلوه صغيره وهنبتدي ان احنا نخرم العجينه بتاعتنا. ليه؟ عشان ما تعلاش قوي. انا مش عايزاها تعلى لفوق قوي علشان الحشو اللي انا هحطه ما يبقاش عالي كده عن البيتزا من بره. هبتدي احط معلقه من الصلصه. طبعا احنا قلنا الصلصه عملناها ازاي تاني يا جماعه. هتجيبي طماطم وتضربيها في الخلاط، هتنزليها في طاسه من غير اي زيت ولا اي حاجه. معلقه بودر توم باودر
وبصل بودر وزعتر وملح وفلفل وشويه كاتشب صغيرين وشويه خل صغيرين ومعلقتين من السكر. انتي بقى شكلي البيتزا زي ما انتي عايزه. انا عن نفسي بحب احط الجبن تحت الاول تمسك الحشوه بتاعتي وتخليها شكلها حلو. هحط زيتون، هحط بسطرمه، براحتك خالص اللي انتي عندك حطيه. ده اول شكل احنا عاملينه، اللي هي تبقى ايه، لفه كده داير ما يدور، الحواف بتاعتها فيها جبنه وبقى طعمها حلو ولذيذه كده. وشويه فلفل بقى وشويه زيتون اسمر وشويه مثلا اي حاجه بقى. هي البيتزا حلوه في حاجه ان انتي كل اللي عندك حطيه فوق الوش هتبقى بيتزا زي الفل. بصوا بقى، طرف العجينه بتاعتك شويه لبن بودر، تسقسقيهم بشويه ميه صغيرين خالص، تبقى عاملين زي العجينه كده في ايدك، وتبتدي ان انت داير ما يدور كده حوالين ايه، العجينه اللي باينه، اللي هو الطرف ده هيديها لون ذهبي جميل. تحطي عليه بقى حبه بركه، تحطي شويه سمسم، ما تحطيش خالص براحتك. ده اول شكل معانا. طبعا تكوني الفرن بتاعك مشغلاه وانتي شغاله، يعني لازم يبقى سخن جامد عشان اول ما تحطي العجينه بتاعتك تستوي على طول ما تنشفش. عندي هنا جبنه موتزاريلا برضو او جبنه نستون براحتك خالص، برضو عملنا بحشو تاني بنفس الطريقه، وبس انا حطيت هنا لانشون زي ما انتم شايفين كده، لفيته زي الورده وحطيته، بصوا بيدي شكل تحفه. وبرضو شويه هنا خيار مخلل رفيع كده قطعته صغير وبرضو حطيته فوق الوش. ده الشكل التاني. تعالوا بقى نعمل حاجة تانية اللي هي البيتزا العادية خالص. فردت بيتزتين كده حلوين، وكل واحد عندي بطلب، في بيحب البسطرمه وفي بيحب الجبنة بس، فانا مع نفسي كده حطيت يعني عملت كل واحد طلبه يعني. دي عادية خالص بميكس جبن، مفيش اي حاجة فيها زيادة اهو، وشوية زيتون وشوية خيار مخلل وشوية فلفل اخضر، عسل برضو كان طعمها تحفة، وشوية بسطرمة صغيرين زي ما انتوا شايفين. وده تاني شكل. هنعمل برضو الساندوتش اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حلو جدا جدا جدا. ده كان الاستاذ سليم كان عايز ياكل كايزر، فانا قلت له هعمل لك بنفس العجينه بتاعه البيتزا، هعملها كايزر. كل حاجه بقى انت عايز تحطي جواها حطي. انا حطيت جبنه شيدر على بسطرمه على فلفل على لانشون، وقفلت كله على بعضه كده وعملته زي الكايزر وحطيته فين، في الصينيه. ده كله هيخش الفرن، كله على فرن عالي. البيتزا بتستوي بسرعه جدا ولازم يكون فرن عالي. حطيناها جوه الفرن وطلعت زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا جدا وطعمها كان زي العسل. طبعا هي بردت مني فالجبنه ما كانتش بتمط. كل سنه وانتم طيبين، يا رب الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. اشوفكم المره الجايه على خير. في حفظ الله رعايته، مع السلامه.